الأب هو اللي بيمسك البيت والأم هي اللي بتشتغل، صح؟ وده معنى العادي. أنا دايمًا باقول إن السوشيال ميديا فتحت الطبقات على بعض. طيب تعالوا نتكلم شوية في ليه البني آدم بيحب يفرض العادي بتاعه على الآخرين. ده بيدّي احتمالية 1% إن أنا أطلع غلط. كل حاجة كنت بتعملها في حياتك من ناحية العبادة اللي أنت فاكرها صح وكل ده كان غلط. كل حاجة بنعملها هي طلعنا شُفنا ناس بتعملها، عملنا زيّهم، نفعت وكمّلنا عليها. إيه ده هو إزاي جوزها سايبها تلبس كذا؟ أنا أنا أهم حد في حياتي وجاية أعيش في الدنيا تجربتي أنا. ما أقدرش أغيّر حاجة في الحياة غيري أنا، بس في نفس الوقت أنا ولا حاجة. أنا جزء من كل أنا فينا هي مجرد جسم بيعيش وعي مختلف، بس كله من نفس المصدر. أنا ناوية أستمتع بحياتي. أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست أنا، وأنا يارا بالمناسبة. قبل ما أبدأ الحلقة النهاردة عايزة أحكي لكم عن البيت اللي أنا نشأت فيه. مامتي كانت بتشتغل طول الوقت، كانت بتنزل من البيت الساعة 6 الصبح وترجع 7 8 بالليل، وبابايا كان ما بيشتغلش وكان هو اللي بيطبخ، هو المسؤول عن تنظيم البيت، هو اللي يا إما بينظف أو بيبقى معاه حد بيساعده، هو اللي بيودينا مدرسة بيجينا من المدرسة. طبعا مش محتاجة أقول إن الكلام ده مش حقيقي خالص، بس لو كان ده الحقيقة في الواقع والعالم بتاعي كنت أنا هطلع أشوف ده العادي. آه يعني الأب هو اللي بيمسك البيت والأم هي اللي بتشتغل، صح؟ وده معنى العادي، الحاجة اللي أنا شفتها كتير. مش شرط هي الحاجة الصح، ملهاش أي علاقة بالدين وملهاش أي علاقة بأي حاجة غير إن أنا شفتها كتير حواليا وبقت عادي. أنا بشوف إن في مجتمعات العربية والإسلامية بالذات تقبل عادي الآخرين مش موجود. كل الناس عايزة الناس التانية تعيش بالعادي بتاعها هي، مع إن حتى العادي بتاعها هي متفاوت. يعني حتى في كل مجموعة متشابهين في الأفكار والآراء العادي عندهم مختلف. ومهما صغرت يعني مثلا هتقولي كجنسية مصريين دول يعني أشكال وألوان. طيب صغرتي مثلا منطقة واحدة، صغرتي مدرسة، ديانة، شكل، طبقة اجتماعية، كل ما انتوا اتفقتوا في حاجات هتلاقي نفسكم مختلفين في حاجات تانية كتير قوي. بيكون في 2 أنتيم، بنتين مثلا صحاب، ودي عندها العادي في بيتها حاجة ودي عندها العادي في بيتها حاجة. أحكي لكم قصة بتضحك. أنا نقلت كذا مدرسة، فمدرستي القديمة كان الاحترام احنا نقعد عاملين كده، احنا كده في قمة الأدب والاحترام والمدرس فرحان بينا قوي. رحت المدرسة التانية، كانت أكبر شوية، أكبر كتير، وبرضه كانت مدرسة أجنبية، كانت زي principal مسؤولة يعني مديرة. فهي دخلت علينا كلاس، هي مش بتدرسنا، هي دخلت كلاس، فأنا بكل ثقة بقى وأنا برضه إيه كنت good girl قوي، فأنا عايزة بقى إيه impress يعني. قعدت كده خدت تهزيقة، قالت لي هو قلة الأدب دي وقعدت بقى ادتني، لا هي بقى شافتها ازاي، عارفين اللي هو كده بقى. وخدت درس يوميها منها وانا بجد نيتي ان انا بعمل حاجه في قمه الاحترام يعني. فده العادي بتاعي وده العادي بتاعها مختلفين تماما. هي افورت شويه يعني، بس احنا بقى لما بنيجي نشوف العادي التاني، اولا بناخد بقى صدمه انه ازاي في كده، في اكتر من كده. يعني انا لو جبت لكم امثله من حاجات عادي في بلاد مخكم اصلا مش هيتخيلها. ليه الtopic ده حسيته مهم؟ علشان أنا دايمًا باقول إن السوشيال ميديا فتحت الطبقات على بعض. فالشخص اللي كان آخره بيشوف العائلات اللي من طبقة معيّنة في تربية وبيئة معيّنة في الأفلام بطريقة معيّنة كده مُبالغ فيها، فحاسس إن هو بعيد أوي عنّهم، بقى بيشوفهم على السوشيال ميديا قريبين منّه جدًا، لكن أفعالهم مختلفة عنّه جدًا. بنت مثلًا مدرسة بنات بس شايفة بنت وولد بيهزروا على تيك توك بالإيد، هم عندهم عادي، هي عندها مش عادي. إيه المشكلة؟ المشكلة بتيجي لمّا هي بدل ما تتقبّل ده وتقول ماشي عادي هم مختلفين عنّا، حتى لو إحنا اسمنا مسلمين مصريين زي بعض still اعتقاداتنا مختلفة، تبدأ تحُط أحكام، تبدأ تعمل comments خارجة، تبدأ تغلط في الناس التانية وتبدأ تفرض العادي بتاعها أو الصح اللي هي شايفاه من المنظور بتاعها على الناس التانية، وده اللي بيحصل طول الوقت. أكبر دليل إن العادي ما لوش دعوة بالحلال والحرام هو تقبُّلنا الرهيب للرقصات البلدي والشعبي يعني
في أي مناسبة في الأفراح، ومن أيام أهالينا وأجدادنا يجيبوا رقاصة عادي جدًا في الفرح. بس لو أنت مثلًا دلوقتي جِبت حد زي الجوجو دانسر، ما أعرفش اسمها إيه بالعربي، بس اللي هو رقاصة أجنبية شوية وبتعمل مثلًا حاجات على pole مثلًا، العمود ده، وهي لابسة مغطية نفس التانية مغطياه أو مش مغطياه، نفس الهيئة. أنتم مش فاهمين بقى رد الفعل الناس هينفروا منها إزاي، مع إن دول نفس الناس اللي بتيجي رقاصة بيبقوا حاطين الموبايل في وشها كده. يعني عارفين الرجالة الكبيرة تبقى ماشية في الأفراح ماسكة الموبايل عاملة كده هم نفسهم اللي يا نهار اسود دول جايبين جوجو دانسرز والعيال الفجرة بتاعت الزمن ده، وهكذا. فهو ملوش دعوة بالحلال والحرام، هو اعتياد. احنا شفنا الرقصات الشرقي طول حياتنا، شفناهم افلام ابيض واسود، بنجيبهم عندنا في الافراح، فبقوا عادي بنشوفهم. وحتى لو حد ما بيحبش يجيبهم او كده، بس عادي مش بيستاء زي ما يجيب حاجة هو مش متعود عليها. طيب تعالوا نتكلم شوية في ليه البني آدم بيحب يفرض العادي بتاعه على الآخرين. أول حاجة، إحنا بطبيعتنا البشرية بنحب ننتمي لجروب أو لمجموعة، ونحس إن إحنا منهم وشبههم وإحنا زي بعض. ده بيدينا إحساس من الأمان، إنه أنا مش غريب ومختلف وشاذ، أنا جزء من المجموعة دي، وإحنا عندنا نفس الطباع دي. فلما أقول أنا مصرية مسلمة، أنا by default أخدت كل العادات والتقاليد بتاعة الاسم ده، مع إن دي شمسية كبيرة قوي فيها من اختلافات العادي كتير جدا. فلما حد يهدد العادي بتاعي إنه إيه ده حد بيعمل حاجة مختلفة، ده بيدي احتمالية 1% إن أنا أطلع غلط. محدش بيحب يحس إن كل حاجة هو اتربى عليها وآمن بيها وعاش بيها السنين دي كلها غلط. بيجيلك شعور من اللي هو إيه ده، وأنا اتضحك عليا يعني ولا إيه، ما هو عادي أهو. عارفين إيه أكتر حاجة ما بنتكلمش عليها لما بنيجي نحكي قصص الأنبياء؟ دايما بنقول إيه، إنه النبي كذا راح للقوم بتاعه قال لهم اعبدوا ربنا الواحد، وبيقول لهم الرسالة بتاعته، والناس بتنفر منه ويجننوه، يعني يقولوا إنه مجنون ويكذبوه وهكذا. ودايما بنتخيلها انه ايه ده، دول ما عندهمش ايمان، ايه ده دول يعني ناس بتحب الشرك بقى وناس حابه الحياه بتاعتها دي. ولكن اكتر حاجه انا كنت بشوفها في القصص دي ان هي حاجه نفسيه بحته. تخيل انت حد راشد كبير كده، مثلا انا 30 سنه متوسط العمر، ماشي، 30 40 سنه، وحد جه بيقول لك على فكره انت كل حاجه كنت بتعملها في حياتك من ناحيه العباده اللي انت فاكرها صح، وبيزد عليها بتعمل قراراتك كل يوم، وكل المواعظ والحكمة اللي انت عايش بيها دي جاية من سورس غلط، وي 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 كل ده بلح، وكل ده انت كنت موهوم، وكل ده كان غلط. بيحصل حاجة زي إعصار بقى أو فيضان أو زلزال بيهزك، إنه صعب إنك تعترف بحاجة زي كده، صعب تقول إيه ده، هو أنا ممكن أكون كنت غلط. لأن كل ما بنعيش كل ما إحنا بنركّز في حاجات وبنعمل حاجات تأكد الصح بتاعنا وتأكد تدّينا validation. يعني لو أنا مقتنعة بديانة معيّنة، دايمًا بادوّر على المعلومات، أو دايمًا باشوف الحاجات اللي باشوفها بالطريقة اللي تخلّيني أconfirm إن أنا صح. فما عنديش فكرة إن إيه ده، هو أنا ممكن أطلع غلط والّا فسيبكم من الديانات. لو أنا مثلًا شايفة إن لازم آكل بإيدي اليمين السكينة وبالشمال الشوكة، شُفناها كده كبرنا لقيناها كده صح؟ طب what if ده تعوُّد مش أكتر، ما فيش حاجة اسمها كده، ما فيش حاجة بتقول كده، ودي حقيقة إن ما فيش أي حقيقة في الحياة. كل حاجة بنعملها هي طلعنا شُفنا ناس بتعملها، عملنا زيّهم، نفعت وكمّلنا عليها. فإن حد يقول لك أنت غلط بتهِز. فأنا لمّا أكون عندي العادي إن ما ينفعش البنات والولاد يتكلّموا مع بعض مثلًا، ده حاجة ما فيش اختلاط، وأشوف على الإنترنت الدنيا على رأيهم وكلامهم سداح مداح، إيه ده، هو في إيه، إيه ده دول Egypt، إيه ده ما أعرفش إيه. أنا مش عايزة أقول لنفسي إن إيه ده، طب ما هو عادي يعني، مش قادرة أتقبّل إن في عادي تاني. والحاجة التانية، يعني أول سبب قُلنا اللي هو شعور بالأمان وإن أنا مش غلط، وإن أنا جزء من كلنا بنفكّر زي بعض، ما حدّش فينا مختلف. الجزء التاني إنه في حتّة جوّايا بتبقى عايزة تعمل الحاجة دي، ودي أصعب برضه إن الواحد يعترف بيها. يعني البنت اللي شايفة بنات ولاد بيهزروا وصحاب فعادي في إطار صداقة يعني، في حتّة جواها نفسها تجرّب ده، أو غيرة إن في حد تاني
عنده الحرية أكتر منها مثلًا، إيه ده دي إزاي بتسافر لوحدها من غير جوزها، إيه ده هو إزاي جوزها سايبها تلبس كذا، دي كلها حريات وحاجات ممكن تكون اتسلبت من البني آدم من الشخص حسب ظروف نشأته والبيئة اللي اتولد فيها واعتقادات الأهل والمجتمع اللي حواليه، فطلع شايفها ده الطبيعي. فلما بيشوف إن في ناس تانية عايشة بطرق تانية، البني آدم بطبيعته حر، بطبيعته عايز يجرب، بطبيعته الممنوع مرغوب، فده بيخلق برضو حتة أكتر من التنمر أو إن أنا لازم أنتقدك وأقول لك إن أنت غلط عشان أبين نفسي إن أنا الصح. عشان كده حاجة زي السفر وحاجة زي إنك تتكلم مع ناس من جنسيات مختلفة وتبقى منطلق وبتروح وتيجي بتفرق قوي في إنك تبقى متقبل إن في ناس مختلفة تماما وتحترم كله، ما لكش دعوة، لا أنت اللي هتحاسب ولا أنت اللي معاك الصح الجدول الصح ولا غلط ولا أنت أي حاجة، أنت زيك زيه في نفس الامتحان، أنت عندك صح وهو عنده صح، أنت الصح بتاعك بيقولك إن هو غلط خليه لنفسك، هو الصح بتاعه شايف إن أنت غلط، لو تحب إن هو يجي يقعد يقولك أنت وأنت وأنت محدش يحب كده. فالفيصل هو يوم القيامة ما إحنا مش دورنا إن إحنا نصحح الناس، لأ أنت صح عشان ماشي على الكتالوج بتاعي. وأكبر دليل على كلامي إنه في كل زي ما باقول لكم في كل جروب صغير أو مجموعة صغيرة العادي بتاعهم برضه مختلف، بيكون في شلة أصحاب من نفس البيئة والمجتمع والدين والتعليم وكل حاجة، وكل واحد فيهم شايف مثلًا دور الراجل في البيت مختلف، واحد السيد وشايف إن الطبيعي إن أنا ما اشيلش ورايا كوباية، وواحد تاني بيطبخ مع مراته، وواحد تاني بينضف هو، يعني والتاني وده يشوف ده يقول عليه مثلًا مش راجل، وده يشوف ده يقول عليه ده رجعي ومتخلف، ونقعد بقى نحط أحكام. ما حدش فيهم صح ولا حد فيهم غلط، كل واحد على حسب ما كبر، شاف، عمل الرأي بتاعه based على اللي شافه، وفي ناس بتكون مرنة على التغيير، في ناس والله بتبقى شايفة إن ده عادي، وبعدين بعد شوية تقول لأ، بس ده ما كانش صح أنا مش هاعمل الحاجة دي، والعكس تبقى شايفة إن حاجة إيه يا لهوي، وبعد كده تحط في البيئة والموقف وتحس إن إيه ده، ما كان عادي، الموضوع مش مستاهل، أنا كنت مكبّراه في مخي، دي حاجة عادية وما تعيبنيش ولا تعيب حد ولا ضد الأخلاق ولا أي حاجة، من برّه كان شكلها كده. فالمرونة برضه حاجة صفة حلوة، إن الواحد يبقى دايمًا مُطّلع على إن في حاجات برّه كتير أوي. في لسه شايفة فيديو الله أعلم عن صحته يعني، إن في قبيلةٍ ما في أفريقيا ما عندهمش فكرة الجواز إن الست والراجل اتنين مع بعض، الست بتبقى عادي مع كُلّه، ده عندهم عادي، أنتم مخكم مستوعب يعني إيه ممكن يكون ده عادي عند ناس تانية، ناس بشر من نفس الدم واللحم بتوعك وشايفين إن ده عادي، ليه؟ عشان العادي ده مجرد إنك شُفت حاجة كتير قدّامك، تكرار، إنك شُفت حد أكبر منك وخصوصًا لو أهلك بيعملوها، فحد مصدر ثقة عمل الحاجة دي، فأنت شايفه عادي، مش معناها خالص إن هو صح أو غلط. في قبيلة في كينيا اسمها ماساي، الاحترام عندهم لمّا الراجل ييجي يسلِّم على راجل كبير يتف في إيده. تخيّل حد جه يعمل كده معاك في مصر، ده أنا يعني هتفقعه علقة، لو أنت بقى فاهم إن هو ممكن ما يكونش قصده حاجة، وتبقى فاهم إن الناس مختلفة، هتبدأ تفكّر قبل ما تreact قبل ما تقول إيه ده، إزاي، يعني إيه، وكل شوية ألاقي فيديو أصلًا على السوشيال ميديا حد بينتقد مجموعة ناس تانيين، وأنا على فكرة كنت guilty إن أنا كنت باعمل كده، يعني لو كنت باشوف حاجة أنا ضدها جدًا كنت ممكن أطلع وأقعد أقول إزاي في ناس بتعمل كذا، إزاي من أيام الثورة، وأقول إزاي في حد يكون بيأيّد والّا بيعارض، وأقعد بقى يعني إزاي في حد كذا، زي السُكّر في الشاي. أنا آسفة على القلشة القديمة دي، بس والله عادي، إزاي؟ زي الناس، هو كِبِر في بيئة أكدت له كل المعلومات إن تقول له إن ده الفكر الصح وهو طلع بيآمن. اللي عاجبني في Gen Z الصراحة شوية إن Gen Z rebellious متمردين، بيسألوا، إحنا جيلنا شوية اتقال له حاجات كتير ما تسألش، ما تسأل ما تسألش، ما تسألش، واللي بدأ يسأل دلوقتي وبعد كل الأحداث اللي بتحصل وبدأنا نفوق شوية، بس الجيل الأصغر مننا عنده سِنّة لأ، ليه بنعمل كده؟ حتى برّه وفي أمريكا وفكرة أصلًا بداية إن هُم بقوا دلوقتي مع فلسطين وهكذا، إن هُم بدأوا يشوفوا إحنا بنعمل إيه كدولة، إحنا كدولة ليه بنعمل كده؟ فأنا عاجبني ده وحاسة إن ده رايح في حتّة حلوة، ولكن التنمر still كتير،
والسوشيال ميديا بقت مكان من الرعب. لما بتسحل في الكومنتس الصراحة بأي بوست فايرل أو ترند أو كده بحس محتاجين شغل كتير. من وجهة نظري يعني البسيطة قوي إنه مش هتتغير غير لو ركزت على أنا بعمل اللي بعمله ليه ومقتنعة بيه إزاي، وهل في مساحة إن أنا أكون غلط؟ هل في غيري بيعمل حاجات أنا مش متفقة معاها؟ برضو هل ينفع أغيرها؟ لأ. فماليش دعوة، أنا اللي عندي أنا. والله لو مرنتوا نفسكوا على إن انتوا لو شفتوا حاجة تنفروا منها جدا قدام عينيكوا تبصوا الناحية التانية وتقولوا أنا ماليش دعوة، بجد هتحسوا براحة نفسية رهيبة، ومش تفضلوا عندكم بقى الانر ستراجل بتاع ان انا عايزة العالم كله يكون بيعمل زي ما انا بعمل عشان اتأكد ان انا صح واكبر من الايجو بتاعتي. هي جزء منها ايجو، لان انا عشان بتخليكم تفكروا ان انتوا كل حاجة دافعتوا عنها وكل حاجة اتناقشتوا مع حد فيها وكل حاجة كان عندكم ايمان رهيب بيها وكده. غلط. فلا، انا لازم اخلي كله صح عشان انا ما اقفش مع نفسي الوقفة بتاعت انا ليه بعمل كده. وعايزاكم تلاحظوا الفرق الرهيب ما بين العادات والتقاليد وما بين الدين. لكن العادات والتقاليد جاية من في اختلافات كبيرة، ومن أنا في نظري حاجات كثيرة كان فيها جهل وكان فيها ذكورية وكان فيها ظلم للمرأة. ده مش جاي من الدين ولا جاي من كتاب ربنا، ده جاي من بشر. ف وفي حاجات ملهاش دعوة بقى بالدين خالص، يعني مثلا تأخير البنت بره البيت versus الولد، ده مش دين، ده ملوش علاقة بالدين، دي حاجات ربنا عليها. فلما بنت تشوف بنت متأخرة بتحكم عليها. لما البواب يشوف بنت متأخرة أكبر جريمة في العالم. فاللي عايزة أقوله إن مفيش تفسير للعادي. العادي ده حاجة زي الذئبة كده ملهاش ماسكة. كل شخص عنده السيتس اوف بيليفز بتاعته بيمشي عليها، ملناش دعوة بقى، ملناش دعوة. عارفة إن في حد ممكن يعمل لي كومنت إنه أنا لما بعلق على العادي أنا كده بنصر اعتقاداتي let's say الإسلامية مثلا، إنه أنا مش عايزة أخليها عادي عشان ولادي ما يكبروش يشوفوا إنه ده عادي. مثلا لو في حاجة بقت عادي lately أنا مش عايزة ابني يطلع يشوف إن هي عادي عشان ما يعملهاش، فيلاقيها عادي فيبقى عايز يعملها. إيه المشكلة يا ماما؟ ما هو كله بيعمل كده. طيب الفكر ده غلط جدا في وجهة نظري، لأنه لو انتوا عايزينهم ما يشوفوش بقى أي حاجة في العالم هتحطوهم في علبة كده وما يشوفوش أفلام أجنبي ولا يلفوا ولا يسافروا ولا يتعلموا ولا يشوفوا ان في ناس مختلفة. انتوا عايزين تقول لهم ده الصح والغلط اللي انا اتربيت عليه، هعلمهولك وما تشوفش حاجة من بره. ده مش تربية ولا تعليم، ده كده استنساخ او عايز تحطوه في قالب، القالب بتاع افكاركم انتوا عايزين تطلعوا لاولادكم فيه، وطبعا من حتة حلوة وانتوا جايه بتحموهم عشان انتوا الصح، فهتحطوهم في القالب ده وتقفلوا عليهم. مش عايزين بقى العالم الخارجي يتغير ولا يعمل اي سلوك مختلف على الاحسن. ابني يبص يشوف السلوك ده فيعمله. دي مش تربيه، انتوا كده ما ربيتوش، انتوا كده بتحاولوا تغيروا برضو العالم، مش بتغيروا نفسكم. الطريقه اللي ممكن تربوا بيها صح لاولادكم، التربيه الصح ان انتوا بتقولوا لهم الصح والغلط اللي انتوا شايفينهم. هيسالوكوا ليه، هتناقشوا وهتقعدوا طول حياتكم. انا لحد دلوقتي انا ومامتي بنتناقش مع بعض في الحاجات دي. انا عندي 30 سنه اهو، ماما ربنا يديها الصحة، بنقعد نتناقش اقول لها انت ليه قلتي لي كده، انت ليه علمتيني كده، ما بصي فيه كذا، وهي بجد بتستجيب معايا جدا. دي حاجة انا بحترمها قوي، ان ماما مش بتقولي لا هو كده ربنا كده عرفناها كده، بتقولي ايه ده صح، تصدقي معاكي حق، ايه ده صح، عمري ما فكرت فيها كده. ف فان انا اشوف اللي حواليا بيعمل ايه، دي مش حاجة وحشة، دي حاجة بتنمي من الكريتيكال ثينكينج بتاعي او التفكير. يعني مش عارفة برضه تفكير كريتيكال ثينكينج يعني إيه بقى. اعذروني والله انا بحاول اتكلم عربي بس انا في كلام هو بيجي معايا كده. فده بينمي الكريتيكال ثينكينج عند البني ادم، ان هو يرفلكت، يشوف هو انا بعمل ده ليه، انا مقتنع بيه، طب هم ليه بيعملوا كده، هو ده صح ولا غلط، وهكذا. لكن ان انا اقول له مش عايزه ولا طفل في المدرسه يعمل سلوك وحش عشان ابني ما يعملش زيه، ده تفكير وعيه ضعيف. اتمنى اكون نورت لكم شويه لمبات، وعايزه احب اتناقش معاكم في الكومنتس لو عندكم رأي مختلف. عايزاكم بقى تقولوا لي ايه اكتر حاجة شفتوها في بلد سافرتوها او سمعتوا عنها كانت عادي بالنسبة للبلد دي او الناس دي، وانتوا كنتوا ايه ده. بحب قوي اسمع قصص دي. فاشوفكم الحلقة
جاية من بودكاست أنا.